اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الجمال ده؟ بلح الشام بقى ايه لذيذ جدا ومقرمش جدا، شايفين عامل ازاي؟ وشارب الشربات بتاعه او السيرب وحاجة كده ما شاء الله عليه، مقرمش وما بيطراش ابدا، يعني يقعد عندك يومين، يقعد عندك 3، بيفضل مقرمش زي ما هو ومن غير بيض. هنعمل بقى الشربات بتاعنا او السيرب. هنحط كوباية ونص من المية، هنحط كوبايتين ونص من السكر، تمام كده. المقدار او الكوباية اللي هنعاير بها يا جماعة بتبقى واحدة للمقادير كلها. كوبايتين ونص من السكر، وهنحط فانيليا. السيرب بتاع بلح الشام يا جماعة بيبقى تقيل تقيل وبارد، تمام كده. ولما يغلي معانا بقى السيرب هنحط عصرة نص ليمونة، وبعد ما نعصر عصرة النص ليمونة دي يعني هنسيبه 8 أو 7 دقايق كده يغلي على البوتاجاز، وبعد كده نفصل النار عليه ونسيبه يبرد بقى، ونشوف بقى العجين بتاعنا هنعمل فيه ايه. هنحط 3 كوبايات من المية، معاهم 3 معالق كبار من السكر، ومعاهم 3 معالق كبار من الزيت، وهنحط فانيليا او ممكن تحطي ماء ورد اللي هو المورد اللي بيتباع في السوبر ماركت ده. بس انا هحط فانيليا مش هحط ميه مورد يعني. انا عيالي مش متعودين عليه، ما يعرفوش فبيستغربوا طعمه قوي. وهنحط ايه؟ هنحط الفانيليا زي ما قلت لكم، وهنحط كوبايتين ونص من الدقيق، ومعاهم نص كوباية من النشا، أو ممكن بدل نص كوباية النشا هتحط معلقة كبيرة نشا ومعلقة كبيرة من الكاستر لو موجود عندك. المعلقتين دول بيساووا نص كوباية بالظبط، يعني هيبقى معانا المقادير الجافة 3 كوبايات، تمام كده. أنا حطيت معلقة كبيرة نشا وحطيت معلقة كبيرة من الكاستر. طبعا النار مولعة، هنفضل بقى نقلب فيه كده، يعني هنسوي الدقيق في المية دي يا جماعة، ونقلب فيه ونضغط عليه كده عشان نفك التكتلات اللي فيه دي. ولو عندك عجان ممكن بقى تضربيه في العجان، بس هتسويه الأول على البوتاجاز كده لحد ما الخليط ينعم معاك. هنسيبه بقى يبرد، وبعدين ايه، هنجيب بقى طبق او اي حاجة كده عشان نشكل بقى بلح الشام بتاعنا. هجيب كيس حلواني ومعاه القمع بتاع الكريمة ده، اي قمع بقى عندك استعمليه. يعني انا استعملت ده، لقيت الفتحات بتاعته واسعة شوية، غيرت وجبت، كان عندي قمع كده بلاستيك بتاع كريمة برضو استعملته يعني. هنحط بقى طبعا قطع صغيرة في القرطاس علشان الخليط ده يا جماعة يعني تقيل جدا، لو حطيتي فيه كتير مش هتعرفي تنزليه من القرطاس. شايفين انا بقص بقى يعني حسب ما الحجم اللي انت عايزاه تعمليه اعمليه، عايزة صوابع كبيرة كبري، عايزة صغيرة زي دي اعمليها زي كده. انا زي ما انتوا شايفين برضو شايفة الفتحات كبيرة كده، فانا غيرت القمع ده. طبعا لازم ندهن الطبق اللي احنا بنقطع فيه ده زيت علشان خاطر القطع ما تلزقش. لو مش دهنتيه زيت هتلزق معاكي ومش هتعرفي تطلعيها خالص. طبعا ده القمع اللي انا غيرته، قلت الفتحات بتاعته يعني اضيق شوية، وبرضه بالمقص كده، وحسب راحتك برضه هتكبري او تصغري في حجم صباع بلح الشام براحتك جدا. طبعا يا جماعة والله البلح الشام ده انا ما كنت باكله نهائي، مش بحبه علشان خاطر البيض اللي بيبقى فيه. يعني كنت بحب صوابع زينب، انما بلح الشام ده اللي بالبيض ما كنتش بحبه ابدا. انما بقى النهارده هنعمله بقى من غير بيض، وطعمه لذيذ جدا ومقرمش، واكلت منه وحبيته جدا بصراحة. بس للأمانة علشان خاطر لمّا حطينا بقى الدقيق في المَيّة وهي سخنة وكده والكلام ده، لازم بيتكتل معاكِ فهيغلبِك شوية. يعني أنا سِبته يبرد بصراحة كده، وعملته بإيديّا كده لحد أمّا إيه، فكيت التكتلات اللي فيه كلّها. هو ده بقى اللي هيبقى يعني ممكن يزهقِك شوية يعني، إنِّك هتقعدي تفكي التكتلات اللي فيه دي، بس لو عندِك عجان ممكن تضربيه فيها هيفك التكتلات دي بكل سهولة يعني. أنتم عارفين طبعًا يعني إحنا أمّا نحط الدقيق عليه لبن سخن أو مَيّة سخنة بيكتّل على طول، بس هي دي الطريقة بتاعته بصراحة. طبعًا الزيت يبقى سخن يا جماعة، ونحط فيه بلح الشام بتاعنا وعلى نار متوسطة الأول، وبعد كده بنهدّي النار عليه، وهنقلّب فيه على طول. يعني أول ما ترصيه في الطاسة كده أو في القلاية هتقلّبي فيه على طول. طبعًا حسب ما أنتِ حابة، عايزة تغمّقي لونه عن كده، عايزة تسيبيه لونه فاتح كده، براحتك خالص.
بيطلع من الطاسة على طول على السيرب بتاعه وتسيبيه لأ يشرب يعني تقلّبيه تقليبة كده في السيرب أو الشربات وتسيبيه يشرب منه شوية لحد قرب ما تطلّعي الرصة التانية دي هتطلّعيه، وتطلّعيه في مصفى طبعًا علشان هو بيبقى بيصفّي شربات من اللي هو شاربه. شايفين الجمال يا جماعة؟ والله طعمه جميل جدًا ومقرمش ومش بيطرى خالص، ومن غير أي بيض نهائي، وطعمه جميل جدًا. أنتِ ممكن ترُشّي عليه أي مكسرات أنتِ حاباها، لو مش حابة خلاص، لو حابة تحشيه كريمة لازم طبعًا يبرد الأول، وبعد كده هتفتحيه من النُص كده بالطول بالسكينة وتحشيه. شايفين جماله؟ شكله جميل جدًا وطعمه لذيذ ما شاء الله عليه. شايفين عامل إزاي يا جماعة؟ طبعًا أنتِ لو عندِك قمع من اللي مشرشر ده اللي بيبقى ضيّق يبقى أحسن من ده، يعمل لِك شكل حلو يعني. شايفين السيرب بتاعه؟ يعني شارب الشربات بتاعه ويعني حاجة كده خفيفة ولذيذة ومش مكلفة خالص، اقتصادية جدًا، جدًا. ما ننساش بقى يا جماعة نصلّي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين الجمال؟ ما شاء الله عليه عظمة بجد، جميل جدًا، جدًا، جرّبوه مش هتندموا، وبألف هنا وشفا للي يجرّبه.